بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الغاليين، الصف الثالث الإعدادي، بجد بجد وحشتونا ورجعنا لكم تاني بعد طول انتظار مع أجمل امتحان محافظة القاهرة لغة عربية. أنا عايز الكل يركز معايا كويس جدا 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 وتشير الفيديو ده بقدر الإمكان عشان يصل إلى زمايلك. نبدأ حكايتنا وروايتنا مع مع امتحاننا. أول حاجة احنا بنتكلم على على القراءة من موضوع مين؟ سميرة موسى. يلا بقى، أنا عايز أعرف مفرد شتى. مفرد شتى شتيت. تمام. دعت سميرة موسى لعقد مؤتمر دولي بعنوان العنوان بتاع المؤتمر الدولي بتاعها كان اسمه ايوه، الذرة من اجل السلام. الذرة من اجل السلام. سميرة موسى نموذجا يحتذى به، فما موطن القدوة في حياة سميرة موسى. يعني احنا بنقول ان سميرة موسى ديت المفروض ان احنا نقتدي بيها. نقتدي بيها ليه؟ قال لك بقى عشان هي اول حاجة طبعا حفظت القرآن الكريم، واتميزت بنبوغها وبحبها الشديد للعلم والمعرفة، ورغبتها كمان في ان هي تكشف كل الغوامض. عشان كده احنا لازم نفتخر بها ونتباهى بها. ماشي يا سيدة يا فاضلة يا سميرة يا موسى. يلا حبيبي بقى، لايك وشير وكومنت وظبط كده المجال. يلا هنا عقد نقط مقايدة مع نجم الدين. مين اللي عمل مقايدة مع نجم الدين؟ طبعا ده الجواد. ماشي. انقلب الخوارزمية على نجم الدين بتحريض العادل. فعلا العادل حرض على مين؟ على نجم الدين اخوه عشان ينفرد بالحكم. حب السلطة ينتصر على رابطة الدم. يعني عايز يقول عايز يقول ان كان في ناس قرايب، ورغم ان هم قرايب المفروض يدافعوا عن بعض، الا ان كون ان هم في السلطة ومعتبر ان قريبه ده او اخوه ده يعني منافس ليه، عنده استعداد ان هو يدمر كل حاجة في مقابل ان هو يكون ياخد السلطة. طيب، وضح ذلك من خلال موقف العادل بعد أسر نجم الدين. ما هو لما العادل، حيث فرح العادل اللي هو مين؟ الملك العادل، بوقوع أخيه نجم الدين أسيرا في يد داود. لما نجم الدين وقع وبقى أسير في يد داود، العادل المفروض أخوه ده ملك، المفروض ان هو يدافع عنه. لا، ده هو فرح وراح طلب من مين؟ من داود ان هو يبعت اخوه نجم الدين في قفص من حديد مقابلة في مقابل 400 دينار. يا سبحان الله، كل الناس بتغدر ببعضها، بس انتوا مش هتغدروا بيها وهتعملوا لايك وشير وكومنت. يلا بينا يلا بينا نبدأ حكايتنا التانية. مرادف يتبارى. مرادف يتبارى. برافو عليكم. ايوه شطار. يتبارى فيها الشعراء، يعني يتنافس فيها الشعراء. سوق عكاظ، مكان يتبارى فيه بائع الكتب. يا عم، بائع الكتب في شارع النبي دانيال؟ لا، ده يتبارى فيها او يتنافس فيها الشعراء. ما دور الشعر العربي في ثقافتنا عن الأمم السابقة من خلال الفقرة؟ يعني عايز يقول لك الشعر العربي بيعمل في ثقافة الأمم السابقة، أو إحنا بنعرف ثقافة الأمم السابقة إزاي؟ هنقوله يا ولاد ان الشعر ده اعطانا صورة صادقة عن البيئة القديمة التي كانوا يعيشون فيها. يعني مين اللي عرفنا البيئة اللي هم كانوا بيعيشوا فيها، وكانوا بيعيشوا ازاي، وذكائهم وقدراتهم طبعا الشعر هو اللي عرفنا كل الكلام ده. وانتوا كمان عرفوني ان انتوا هتشيروا، يعني اعملوا اي حاجة. يلا. ما مرادف تضع. الملائكة تضع أجنحتها. وما مضاد يبتغي. من سلك طريقا يبتغي. تضع يعني تبسط أجنحتها، يعني تجلس. ماشي. ومضاد يبتغي أي يبتغي يعني يريد. عكسها يترك. مضاد يعني عكسها. ما موقف الملائكة من طالب العلم؟ هي الملائكة بتعمل لطالب العلم؟ الملائكة بتكرم طبعا طالب العلم، وبتعتني به، وبترتفع بمنزلته، وبتقدر كل العلم اللي هو تعلمه، العلم النافع.
ما الجمال في قوله حتى الحيتان في الماء؟ حتى الحيتان في الماء ده دليل على ايه؟ ده دليل طبعا تعبير جميل يدل على حب وتقدير جميع المخلوقات لطالب العلم. كل الناس بتقدرك انت يا طالب العلم، وانت كمان قدرهم. قدرهم ازاي؟ مش عارف، بس ممكن تقدرني انا وتعملوا لايك وشير. يا سيدي هو انت يا مستر كل شويه لايك وشير؟ يا عم معلش عديها بقى المره دي. الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، والعلماء ورثة الأنبياء وحظهم وافر. اكتب من الحديث الشريف ما يدل على ذلك. يلا الحديث بيقول لنا ايه؟ وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. طبعا الحديث لازما يكون محفوظ. يلا بقى، ما مرادف زمرا عليه؟ يعني زمرة. وما جمع الهواء؟ زمرة يعني أفواجا عليه. وما جمع الهواء؟ الأهوية. جمع الهواء أهوية. في الأبيات منجزات علمية متميزة. ركز على الحاجات العلمية اللي موجودة في الأبيات. هنقوله يا سيدي الكهرباء التي تستخدم في إدارة الآلات والمصانع. طيب، والغوص بالسفن. يبقى الكهرباء ديت منجزة علمية، والغوص بالسفن في أعماق البحار لاكتشاف غوامضها. أنا ناخد الغواصة وانزل في أعماق البحار واكتشف كل حاجة. وأنه أحدث ثورة في مجال الاتصال كالتلغراف والهاتف والتلفاز والمذياع التي أصبحت ناطقة كالإنسان. يبقى عندنا الكهرباء، وعندنا الغوص بالسفن، وعندنا مجال التقدم والاتصالات والتكنولوجيا والهاتف والتلفاز. كل ده موجود. يبقى ده كل ده علم ولا مش علم؟ علم ولا مش علم يا هلا؟ ايوه علم. يلا بقى لايك شير. الجهل يخفض الأمم والعلم يرفعها. طيب اكتب من النص البيت الذي يدل على ذلك. الأول خلينا بس أو محدثين بالكهرباء ماشي عجائبة. وضح الجمال. أو محدث بالكهرباء عجائبة. ده تعبير جميل يدل على أثر الكهرباء في تقدم حياتنا. بيدل على إيه؟ إن الكهرباء لها أثر عشان إحنا نتقدم. الجهل يخفض الأمم والعلم يرفعها. طبعا جيب بقى والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقامي. يلا يا سيدي نشوف بقى اللي بعد كده. ما معنى تغدو وما جمع الندى؟ ما معنى ايه؟ كيف تغدو اذا غدوت عليلا؟ يعني ايه معنى تغدو؟ تغدو يعني تصبح. وما جمع الندى؟ الأندية. ماشي. من شر الناس من خلال البيت الثاني؟ من هو شر واحد؟ من هو أشر واحد؟ من هو أحقر واحد؟ احنا بنسموه أحقر، هو مش أحقر. من يخشى الموت قبل حدوثه ويتشاءم من الحياة؟ اللي يخاف من الموت قبل ما يجي ويبقى ايه كاره حياته. هات من البيت الأول أسلوب استفهام وبين غرضه. أيوة. كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ طبعا ده استفهام غرضه الاستنكار، بيستنكر عليه. انت ازاي تعمل الكلام ده؟ عباد الرحمن معتدلون في الإنفاق. اكتب مما حفظت الآية تدل على ذلك. عباد الرحمن معتدلون في الإنفاق. أيوة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما. الله ينور عليكم وعلى حواليكم. يلا بقى النحو. وطني أنت الملاذ إعراب ما تحته خط. أنت يعني إيه؟ ده ضمير. حلو الكلام. مبني. حلو الكلام. يبقى الضمائر دائما مبنية على الفتح. في محل رفع في مبتدأ. هو ضميره مبني على الفتح، بس هو في محل ايه؟ رفع مبتدأ، لان احنا بنقول انت الملاذ. انت مالك؟ الملاذ. تمام.
يبقى حلو كده. هنا ماشي. على مر العصور أنه أبي، يبقى أن والها ده اسمها، وأبي ده خبر أن، خبر أن وعلامة رفعه الضمة. ماشي. ممنوع من الصرف العلة واحدة، يبقى اللي بعد الجمع اللي بعد الألف وبعديه 3 حروف في وسطها الياء. يبقى ايه؟ العراقيل بدل بعض من كل، بعض من كل، يبقى ايه؟ غالبيتها. تمام يا سيدي. وطني منادى شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف؟ لا، ده منايا، ده مضاف. ايوه. حبذا يقظة هذا الشعب. طب هو هنا عايز يقول ايه؟ الفاعل في العبارة يقظة. لا. طب والذا ديت بتعمل ايه؟ لا، ده الذا هي اللي ايه؟ هي الفاعل. برافو عليكم شطار. يلا يا ابني لايك وشير وكومنت. انت لسه ما شيرتش، انت لسه ما عملتش. لا انا بجد كده ازعل منك. اعجبتني الرواية فكرتها. اجعل ولا اجعل؟ اجعل يا سيدي. اجعل البدل فاعلا وغير ما يلزم. عايزين البدل يكون فاعل، يبقى هنقوله ايه؟ ايوه. اعجبتني فكرة الرواية. اعجبتني ايه؟ فكرة الرواية. تمام. الله ينور عليكم. يا عادلا حكمه انصف المظلومة. اجعل المنادى نكرة مقصودة. نكرة ايه؟ مقصودة. يعني هتكون نكرة وتكون محددة. يبقى هنقوله ايه؟ يا عادل انصف المظلوم. ايوه. يا عادل انصف المظلوم. هي نكرة بس احنا قصدنها ومحددة. ماشي. نعم ما تفعلون حب الأوطان. يبقى المخصوص بالمدح حب. أيوة الكلام ده صحيح. عباقرة اسم ممنوع من الصرف العلة واحدة. يا سيدي ازاي؟ ما فين الياء اللي في وسطها؟ لا طبعا الكلام ده ايه؟ غلط وغلط وغلط. وبكده يا ولاد نكون قد انتهينا من هذه المراجعة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم. لو أي حد عنده أي سؤال أو استفسار يكتبوا لي في التعليقات، وشرف لي أن أنا أرد على حضراتكم. ولا تنسونا من خالص دعائكم. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.